بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وانصرهم على أعدائهم اليهود الصهاينة يا رب، وآمن روعهم وفرج كربهم وامددهم بجند من عندك يا رب العالمين بحق هذا الشهر الكريم. في الفيديو ده بإذن الله تعالى هنتعرف مع بعض ازاي نعمل صورة خلفية أو كفر للبروفايل بتاع لينكد إن بتاعي، يكون كفر احترافي كده، مش أي كفر وخلاص. زي مثلا الكفر ده اللي على صفحتي، احنا هنعمل يعني واحد تاني يعني يكون مشابه ده، وهنشوف ازاي وبسهولة جدا، مش محتاج اي حاجة بإذن الله. اول حاجة هتفتح جوجل وهنيجي هنا نكتب كانفا، وهنختار هنا كانفا. المفروض انت هنا في كانفا المفروض تكون مسجل، يعني شوف كده التسجيل بتاع اي موقع زي اي موقع، يعني هتسجل بالميل وتكتب الاسم وكلمة السر وكده وتسجل دخول. يعني لو حد معرفش طريقة التسجيل الدخول وكده ممكن يكتب لي في الكومنتات ونعمل فيديو عن تسجيل الدخول والكلام ده. فاحنا هنا هتيجي هنا بعد انا ما سجلت دخول وكده، هتيجي هنا تكتب في البحث لينكد ان. انا كنت كاتبها قبل كده، هختار هنا لينكد ان بانر. هيجيب لي هنا طبعا اختيارات كتير تختار منها اللي انت عايزه، بس انا هيجي هنا هختار الفلاتر، وهختار هنا في الاخر خالص المجاني تطبيق، لان هو هنا جايب لك المجاني واللي انت تكون مشترك في الموقع بفلوس. فاحنا هنا هنختار المجاني، وتختار هنا الكفر اللي انت عايزه تعدل عليه براحتك. يعني انا كنت مختار قبل كده 2 هنا، ادي 1 وادي 1، فانا ممكن نشتغل على ده مثلا، يعني نقفل التاني ده. انت لو اخترت هنا اي واحد، مثلا اخترت ده، هيجيبه لك كده. تختار تخصيص هذا القالب يفتح لك الايديت بتاع الصورة. فانا هختار مثلا تخصيص هذا القالب، يفتحوا لي في صفحة جديدة. هو هنا طبعا ده مقاس الكفر بتاع لينكد ان، يعني حجم الصورة هنا ده المقاس بتاع كفر لينكد ان، زي ما هو شايفينه هنا المقاس بتاع لينكد ان. هتيجي هنا هتعدل ازاي؟ اول حاجة مثلا انت عايز تغير الصورة، تحط صورتك، هتيجي هنا تختار التحميلات، وتيجي بعد كده تختار تحميل الملفات، تختار الصورة اللي انت يعني براحتك اللي انت عايز تختارها. فانا هختار هنا مثلا اي صورة من هنا، مثلا هختار الصورة دي. هي هنا اتحملت معايا، بتتحمل هنا علامة التحميل. كنت محمل قبل كده كذا صورة، يعني كده هي اتحملت، هنا علامة التحميل خلصت. هختار كده الصورة دي، بتجيني هنا، فانت بتحطها كده، بمجرد ما تحطها هي ايه ظهرت معاك. طب انت عايز تعدل عليها، تعدل عليها ازاي؟ تعلم عليها كده، يعني تضغط ضغطتين وتيجي معاك هنا كده كويس. وهاجي هنا اغير الاسم، هخليه اسمي، هتكتب اسمك طبعا. بعد كده هنا تختار مثلا وظيفتك، تخصصك ايه، اكتب هنا مثلا تكنيكي. بعد كده هنا تكتب الميل ورقم التليفون، وهنا لو معاك موقع ولا اي حاجة تكتبه. لو مش معاك موقع ولا
يعني حاجة تعريفية غير يعني بروفايلك على لينكد ان، يعني ممكن هنا تحط بروفايل لينكد ان عادي، يعني ممكن تشيله هنا تحذفه ديليت، تعلم عليه وتختار ديليت او تختار هنا علامة الحذف دي. كده انت عملت ايه؟ عملت صورة كفر للينكد ان. تقدر تختار برضو انت براحتك بقى ايه في الصورة، اي صورة تعجبك من هنا انت تعدل عليها يعني براحتك. طيب انت خلصت الصورة كده، عايز تحملها ازاي؟ برضو في ملاحظة هنا، انت ممكن ايه يعني تحرك الصورة، لانه هنا صورة البروفايل واخدة جزء من الكفر، بحيث انه يعني ميبقاش حاجة يعني ورا صورة البروفايل يعني متغطية منها. فهاجي هنا ممكن تعدل ايه المكان بتاع الصورة دي، يعني ممكن تتغطى من صورة البروفايل ما تظهرش، فانت ممكن تحركها شوية، يعني ممكن تحركها كده وبعد كده تعدل باقي الديزاين عليها يعني. او ممكن تجيبها من الناحية التانية عادي يعني براحتك، بس يعني ما تخلش من الديزاين عشان ما يبقاش شكله ما يبوظ الشكل الجمالي بتاعه. كده انت خلصت الصورة بتاعتك. عايز تحملها ازاي؟ هتيجي هنا في مشاركة وتختار تنزيل، هيجيب لك هنا تختار نوع الصورة، عايزها PNG ولا JPG ولا اي. انت ممكن تختار هنا JPG، تختار تنزيل. طبعا في اختيارات تانية وحاجات تانية في النسخ المدفوعة، بس احنا دلوقتي احنا شغالين في المجاني، فبتختار هنا تنزيل. هنا الصورة اتحملت معايا زي ما انتوا شايفينها كده، يعني حاجة احترافية وبسهولة جدا، يعني انت هو جاهز وبتعدل عليه هنا على كانفا. وكانفا بصراحة موقع جميل، وبرضو انت مش شرط يعني لينكد ان بس، يعني ممكن اي حاجة انت محتاجها تلاقيها هنا، يعني على كانفا تختار اي حاجة، انستجرام، فيسبوك، اي حاجة هنا تختار يجيب لك وتعدل بس على الصورة اللي انت هتختارها. تيجي هنا طبعا في لينكد ان، يعني اكيد عارفة تعدلها ازاي. تختار هنا مثلا، وهتجيب هنا تشينج فوتو، وتختار الصورة بتاعتك اللي انت حملتها. هنا داونلود، هتختار هنا الصورة، الصورة اتحملت معايا. وتختار بعد كده ابلاي، بس انا مش عايز اغيرها دلوقتي، فايه مش هضغط ابلاي. بس زي ما انتوا شايفين يعني الصورة محترمة وكده، وبتدي انطباع طبعا لأي حد يخش البروفايل بتاعك انطباع كويس. يعني كده تكون الحلقة بتاعتنا النهاردة خلصت. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.